السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس زراعي، يعني مش بنتكلم مثلا عن واحد عاطل، لا بنتكلم عن مهندس زراعي. أعجب ببنت، اتجوزها وخلف منها طفلين وعايشين زي الفل ومفيش حاجة. لا، اللي حصل إن في يوم من الأيام مراته سابت البيت وخدت ابنها ومشيت. ليه؟ علشان خاطر هو لما اتجوزها هي كانت متيسرة عنه ماديا، أهلها ناس مبسوطين، هو على قد حاله. هو كان عايش معاها المدة دي كلها. بيعمل ايه؟ هي بتشتغل موظفة وبياخد منها فلوسها، وكمان بيديها الفلوس اللي هي بتديها له بالقطارة. بيصرف على نفسه، ما بيصرفش على البيت. هو بيشتغل اي نعم، وهي بتشتغل وكل حاجة، ولكن بياخد منها كمان فلوسها وبيصرفها على نفسه. هنا الزوجة حاولت معاه مرة واتنين وتلاتة، مفيش فايدة فيه. فاكر ان هي هتكوش من عند اهلها وتديله. خدت بعضها وسابت له البيت ومشيت من كتر المشاكل اللي كانت بتحصل بينهم، وراحت عند اهلها وعاشت في العمارة اللي هم ساكنين فيها في الدور الارضي تحت اختها، تحت الشقة اللي اختها ساكنة فيها. المهم كل يوم بتروح الشغل الصبح وهو عارف ميعادها، استناها قدام باب البيت وقال لها يلا عشان خاطر ترجعي البيت. قالت له لا مش هرجع. يلا لازم ترجعي البيت دلوقتي، لو ما رجعتيش هطلقك. قالت له ما انا عايزه اتطلق، انا اصلا رافعه عليك قضيه خلع وانت عارف كده كويس، واخد ومش عايزه حقوقي كلها. انا عايزه اتطلق منك لانك انت مفيش فايده فيك. يعمل ايه؟ مسكها اداها 4 طعنات في بطنها، وقعت على الارض. راح مديها كمان طعنتين في ظهرها. يعني سبحان الله هي ما ماتتش. نقلوها على طول على المستشفى، استأصلوا الطحال والمرارة ليها نتيجة الضرب اللي هو ضربه لها. وطبعا الناس اتلموا عليه في ساعتها ومسكوه وسلموه الأجهزة الأمنية واتقبض عليه. اتحكم عليه ب15 سنة سجن مشدد. تخيل بقى، ليه ده كله؟ علشان خاطر هو كان طمعان في زوجته، طمعان في أهلها، وكمان تشتغل وياخد فلوسها ويصرف على نفسه وما يديهاش إلا القليل من فلوسها. الواقعة دي حصلت فين؟ في شبرا الخيمة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. في رجالة للدرجة دي؟ يعني في رجالة للدرجة ديت إن هو ياخد قرش مراته ويصرف بيه على نفسه وميرضاش يديها من فلوسها اللي هي بتتعب بيها وبتشقى بيها؟ علشان إيه؟ علشان تصرف على البيت إلا القليل من الفلوس. ولكن هنقول إيه؟ هو أكيد اتربى على كده، يا إما يكون هو أصلا بني آدم بطبعه بني آدم بخيل وبني آدم طماع. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.